اتعرف عليك. بيتر. اتعرف عليك. يوحنا. يا بيتر، لو بالصدفة أو صادفك اتعرفت على واحدة على السوشيال ميديا ونزلت وقابلته وطلعت وحشة، هتعمل ايه؟ هتنفد ازاي بجلدك؟ اجري. هجر. هجري. اجبر بخاطرها وخلاص. طب اعمل ايه طيب؟ اقعد معاها والله عندي حصه واروح. هتعمل ايه؟ اقعد معاها والله عندي حصه واروح. انت بتتكلم جد؟ بجلدك يا اخي احنا. هنجري. ايه رايك؟ يوسف خميس. يا يوسف، لو اتعرفت مثلا على واحدة على السوشيال ميديا وحبيت انكم انتوا تتقابلوا وفي الاخر طلعت ان هي مش حلوة، هيكون ردة فعلك او تصرفك ازاي؟ عادي. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. ايوه، هتعمل ايه يعني؟ هسيبها. تسيبها وتمشي كده. محمد علي. مروان، بالصدفة او صادفت انك اتعرفت على واحدة على السوشيال ميديا وقابلتها وطلعت مش حلوة، هتخلع ازاي؟ الاصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. والله بص، ما حبيتش حد صراحة، وانا مش يعني ازاي هخلع ازاي، مش فاهم. يعني قابلتها وفاجأت انها مش حلوة، هي بعت لك مثلا ان هي صورة ان هي حلوة وتفاجأت ان هي مش حلوة، هتعمل ايه؟ هتطلع ازاي من الموقف؟ هتخلع ازاي بجلدك؟ هعملها حظر عادي. يا ابوح ساعتك بتكلمني؟ انت قابلتها يا ولدي. انت قابلتها، هتخلع ازاي؟ هخلع ازاي يعني؟ هنسافر من البلد. انت قابلتها. انت قابلتها فجأة ان انت قابلتها، هتعمل ايه؟ يا عم هنعمل ايه يعني؟ مش فاهم. هتطلع من ازاي بالموقف ده؟ هنطلع ازاي من الموقف ده؟ تقول لها الحجة اللي هتطلع بيها تنفد بجلدك، ده مش حلوة. هنقول لها انت مش عجباني وانا ما صراحة. الصراحة هتصرحها ان انت مش حلوة. بس مش حلوة. كسرت بيها، كسرت بنفس الولية. هتعرف بيك؟ الحسن علي محمد علي. لو اتعرفت على واحدة على السوشيال ميديا واتفقتوا انكم انتوا تتقابلوا وطلعت مش حلوة، هتتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي لو طلعت مش حلوة؟ عادي يعني، بسيطة، نعطيها مخرج 7 اللي قالوا اي بابا في معايا مشاكل، يلا مع السلامة. يا دين النبي، ايه الحلاوة دي؟ هتسيبها وتمشي؟ ايه طبعا هتحكي. طب ينفع انت مثلا هي تعمل معاك كده؟ لا لو عملت يا الله لو عملت هيك معي هي فضيحة هي. يعني انت هتاخد بالمظاهر؟ لا طبعا بالعكس، يعني على حسب. طب لو هي مثلا، لا لو شخصيتها كويسة وكده لكن شكلها مش حلو؟ وحش خالص خالص يعني. ما هي مش حلو. مفيش امل يعني. لا صعب. مش هينفع. تعرف عليك. اسمي توماس. يا توماس، بالصدفة أو صدفك اتعرفت على واحدة على السوشيال ميديا وقابلتها وطلعت مش حلوة، هتعمل ايه؟ عشان تنفد بجلدك، ينفد بجلدك يا توماس الموضوع ده. مش هكلمها تاني وهسيبها وامشي. الله لا، هذا كذب. ما تكتب. هتقول لها انت بره عني الحوار. مش هكلمها، اقول لها بره عني. حصل معاك يعني، ما دي الكلام ده مش هيتذاع، ما تقلقش هزيع. لسه في الطريق يعني. لسه. طب سنة كام يا توماس؟ ولا سنة. ايه المادة المفضلة لي؟ عربي ولا لو تعرفت على واحدة على السوشيال ميديا واتفقتوا انكم انتوا تتقابلوا وكده وفي الاخر طلعت مش حلوة، هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هو المفروض ان انا من الاول ما اتعرفش عليها على السوشيال ميديا. عليك، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، انا لو نزلت ولقيتها وحشه بصراحه يعني مش هنزل معاها تاني، او اللي هو بس هتقول لها خلاص. هي كدبت من الاول يعني، فاهم؟ ايوه فاهمك. طب ما يمكن مثلا الشخصيه كويسه وكده لكن الشكل اللي الشخصيه كويسه، لو الشخصيه كويسه فاكيد يعني هكمل معاه، بس هو انا من الاول الارتباط من على السوشيال ميديا او انت تعرف ان السوشيال ميديا ده مش صح. يعني هي لو كانت كويسه وكده ما كانتش من الاول بدات السوشيال ميديا وكده. هو اساسا السوشيال ميديا مش حلو. اتعرف بحضرتك. محمود جمال. محمود. محمد عرف.
طيب لو تعرفتوا مثلا على واحدة على السوشيال ميديا وفي الآخر اتفقتوا إنكم انتوا مثلا هتتقابلوا وكده وطلعت مش حلوة، هيكون إيه تصرفكم في الموقف ده؟ انا الصراحه يعني لو اتكلمنا وقلت لها ان انا هتقابل وكده وطلعت مش حلوه، هقول لها كلمتين على المشي كده ونخلص قعدتنا وفي الاخر ما اكلمهاش تاني. ده انجليزي دي يا مرسي. طيب ماشي، ما هو في ناس بتقول لك ما تاخدش بالشكل، يمكن الشخصية يمكن الشخصية كده حلوة فاهم؟ بص انا الصراحه يعني لو لقيت روحها طيبه كده وبنت ناس ومحترم وبنت اصول كده هكمل معاها، اما لو من بتوع الايام دي عوجان كده بره. يعني انت برضو معايا مش هتاخد بالشكل؟ ايوه. طب وانت؟ انا والله لو هي مثلا لو انا دخلت في علاقه حب وحبيتها كده من قلبي هكمل معاها مش بالشكل. مش بالشكل. تمام. حلاوه روح مش بالشكل. وده احسن، ده احسن احسن اختيار ده.